السلام عليكم. تعالوا النهاردة نشوف ورقة اللحمة دي عملناها ازاي. بجد كان طعمها حكاية، وكانت مستوية وكانت حلوة جدا. اول حاجة بفرد اللحمة بتاعتي على اي حاجة كده، يعني على البورد، على قطع، على اي حاجة. برشلها ملح وفلفل اسود، وبرشلها بهارات 7 بس. وهقلبها على الناحية التانية، وبرضو هرش عليها ملح وفلفل اسود وبرضو شوية بهارات 7. انا مش هكتر بهارات عشان تبقى طعم اللحمة ظاهر كده، والبهارات بتغير طعم اللحمة. هخلص الكمية بتاعتي كلها. عملت جزء وبرضو بعمل باقي كمية اللحمة اللي عندي، يعني نفس الحكاية، رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة 7 بهارات. هخلص واقلب الناحية التانية نفس الكلام برضو. وبعد كده ايه، هشيلها على جنب. طبعا اللحمة هي صفية خالص، ما يبقاش فيها مية ولا اي حاجة، تبقى ناشفة خالص. بحطها على جنب، بسيبها مثلا ساعة ولا حاجة في التتبيلة دي. وبعد كده هقطع الخضار بتاعي، بحط لها بصل وبطاطس وطماطم وفلفل. في ناس بتحط لها جزر وكوسه بس انا ما حبيتش هي بصراحه ان انا ازود في الخضار، يعني هي بطاطس بس والفلفل والبصل والطماطم بس. جهزت الخضار بتاعي، قطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين قطع، يعني ايه، لا هي سميكه قوي ولا خفيفه قوي، تبقى في المتوسطه كده. والبصل نفس الكلام. وهقطع برضو الطماطم، كله نفس التقطيعه. هتقطعي مكعبات يبقى تقطعيها كلهم مكعبات، الطماطم والبصل والبطاطس تقطعيهم مكعبات. هتقطعيهم طرنشات يبقى برضو كلهم نفس التقطيعة، عشان يبقوا كلهم نفس السوا. والفلفل برضو بشيل منه البذر كده خالص، وبعد كده بقطعه برضو. عايزة تحطي فلفل حامي حطي براحتك، انا ما حطيتش عشان الولاد وكده يعني. كده انا خلاص جهزت الخضار بتاعي. هبدأ بقى ايه، اشوح في اللحمه. بحط معلقتين سمنه كويسين على معلقتين زيت في الجريل او في اي طاسه، يعني مش شرط جريل، بس انا عملتها في الجريل عشان تاخد الكميه بتاعتي على مرتين وتخلص معايا بسرعه يعني. اول ما بيسخن معايا كده السمنه والزيت، بنزل باللحمه بتاعتي على طول. تاخد صدمه كده على الناحيه دي، وبقلبها على الناحيه التانية على طول، هي ما بتغيبش، بقلبها على طول. اول ما بتاخد صدمه من الناحيه التانية بركنهم كلهم بقى على جنب، وهكمل بقيه الكميه بتاعتي لحد ما اخلص كميه اللحمه كلها اللي انا هعملها. اهو اللي انا بيخلص بروح حاطاه ايه على جنب اهو، واحط مكانه تاني عادي. خلاص كده هي بقلبها الناحيه التانية. زي ما قلت لكم اللي بيستوى معايا خلاص بياخد صدمه من الناحيتين، برفعه على جنب واحط الباقي لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. خلاص هي كانت اخر حاجه بتهيألي هي دي وخلاص. هخلصهم هفردهم على في الجريل كلهم بقى مع بعضهم كده، واسيبهم زي بس دقيقه كده، وبعد كده خلاص هبدأ اشيلهم. بصوا خلاص انا كده بفردهم اهو فوق بعضيهم، عشان كلهم ايه، اللي ما خدش يتقلب كويس يتقلب تاني مع اللي قبليه، وهكذا لحد ما احس ان كلهم خدوا نفس الايه، التشويحه دي مع بعض يعني. هبدأ بقى اجهز الصينيه بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن. طبعا انا هحط في الصينيه، هو بيتحط في الورق. احط الورق الفويل، وبعد كده واحده بالطول وواحده بالعرض. وبعد كده هحط لها برضو ورقه زبده، واحده بالطول وواحده بالعرض، عشان اتاكد ان هي كده تبقى ايه كويسه وتستحمل الحاجه اللي احنا هنحطها. هطلع بقى اللحمة بتاعتي وارصها في الورقة من تحت كلها، هطلعها كلها ارصها من تحت. وبعد كده السمنة والزيت اللي احنا حطيناه، وبرده الدهون اللي نزلت من اللحمة دي، انا ما بسيبهاش مثلا، لا انا بقلب فيها الخضار، مش بحط الخضار ني عشان يتشوح يبقى ليه طعم كده. فانا هقلب البصل والفلفل مع بعض
يدوبك بس ياخد تقليبة كده كأننا بنشوحه بس. وبرضه هرشله رشة ملح وفلفل اسود. كل حاجة هنحطها نقلبها دلوقتي هنديها رشة ملح وفلفل اسود ورشة برضه 7 بهارات. هنطعم الخضار بتاعنا، لان احنا مش هنقلب كله مع اللحمة، احنا هنحط نظام كأنه ايه، رق لحمة، رق الفلفل والبصل ورق البطاطس. هتشوفوا دلوقتي معايا انا هحطها ازاي يعني، بس انا بوريكم ايه ان احنا نتبل الخضار بتاعنا اللي احنا بنشوحه. هحط معلقه سمنه بس عشان حسيت ان السمنه قلت، فهحط معلقه سمنه واقلب فيها البطاطس برضو هشوحها فيها كده. وهحط لها برضو رشه ملح والفلفل الاسود والبهارات السبعه زي ما احنا ايه اتفقنا. هقلب فيها برضو حاجه بسيطه كده، تشويحه بسيطه، وبعد كده هحطها برضو على ايه، هنزلها فوق اللحمه والفلفل والبصل اهو. اخر حاجه هعمل بقى ايه، الطماطم. هي الطماطم مش لازم انها تتشوح، بس انا حبيت يعني قلت ايه، هتاخد برضو طعم اللحمة اللي نزل والخضار اللي نزل في الجريل وكده هيتشوح معاها وخلاص. وهنزل بيهم كلهم بقى بكل حاجة بقى، كل حاجة في الجريل كده هنزل بيها كلها. خلاص كده هفردها عليها كويس. وانا كنت شاكة عن ان اللحمة ممكن، مع انها كانت والله طالعة يعتبر نص سوا، بس انا كنت شاكة فحطيت شوية مية. ممكن ما تحطيش مية اصلا يعني، ممكن ما تحطيش مية، ما كانتش محتاجة شوية المية دول اصلا. وقفلت ورق الزبدة وقفلت ورق الألمونيا كويس قوي عليها. وبعد كده جبت ورقة ألمونيا تاني من فوق بقى قفلتها ودخلتها من تحت ايه الصينية كده، من جوه الصينية كده دخلتها كويس قوي كده عشان اتأكد ان هي كده اتقفلت معايا تمام قوي. دخلها في الفرن ومشغله لها الشواية عشان السخونية من فوق ومن تحت تسويها بسرعة. هي ما خدتش غير ساعة واحدة بس في الفرن. هنا بقى هنعمل شوية رز مدسوس كده معاها. فانا حطيت كيلو رز وحطيت عليه كيلو لبن، وحطيت حوالي قد الكيلو اللبن ده يعني لتر مية تاني عليه، وشوية ملح وقلبتهم وبس على كده. وفي الفرن، وهدخله جنب الصينية الايه ورقة اللحمة بتاعتنا احطها جنبيها. الشواية هي وشغالة من فوق، فبتدي وش كده للرز بتاعنا من فوق. بطلعه بديله بقى معلقتين سمنة حلوين كده، بفردهم كويس على وش الرز من فوق، وبدخله في الفرن ياخد له مثلا برضو 10 دقايق تاني كده ولا حاجة وخلاص، وبطلعه بره. بس هنغزه بالمعلقة كده بس عشان اتأكد ان السمنة دي دخلت جوه ايه الرز كمان من جوه. بس هدخله الفرن تاني مثلا 10 دقايق وهطلعه. هنا كانت الاكل بتاعنا جاهز. وانا المفروض كنت قلبت الورقة الناحية التانية عشان اوريكم شكل اللحمة من تحت عامل ازاي، بس للأسف يعني هي فتحتها كده يعني مش مشكلة. دي كانت طالعة من الفرن على طول. بصوا حتى البخار يعني في التصوير كمان كان معكسني شوية في التصوير. البطاطس دي بقى كانت اتهرت خلاص، واللحمة بطلعها اصلا بتتقطع معايا وانا بطلعها. بصوا بوريكم البطاطس اتهرت ازاي، واللحمة اهي من تحت بالبصل كانت جوسي وكانت طرية قوي وكانت مستوية جميلة بصراحة. وبرضو البهارات اللي مش كتير بتخلي طعم اللحمة حلو يعني، بتدوقي طعم اللحمة تحسي طعم اللحمة كده جميل. مفيش بهارات كتير ما بتضيعش طعم اللحمة معاكي. ادي شكل اللحمة هي لما طلعت. بطلع لكم اللحمة وبوريكم شكلها عامل ازاي. مش هو البخار بس بتاع الاكل هو اللي معاكس في الكاميرا شوية. بصوا شكل اللحمة عامل ازاي. وهوريكم دلوقتي اللحمة مستوية خالص مش مستحملة اصلا. بصي بتمسكيها والله بعملها يا دوبك بلمسها بالشوكة بس مستوية خالص. وده شكل الرز بعد ما طلع. بصوا طالع ازاي ومفلفل يعني، طالعة القطعة حلوة كده ومفلفل في نفس الوقت، مش معجن ولا حاجة. بصوا مفلفل ازاي. جربوها بالطريقة دي وجربوا الرز بالطريقة دي، وبألف هنا عليكم يا رب.